عنوتة دلوقتي مع بسنت بكر على نغم اف ام. عنوتة يا بي يا بي عنوتة عنوتة مع بسنت بكر على 105.3 نغم اف ام. هو ده الراديو. يا مساء الفل والسعادة والموسيقى الحلوة المظبوطة في عنوتة على نغم اف ام 105.3. هو ده الراديو. تاني حلقات الموسم الثاني من عنوتة، البرنامج المتخصص الأول في الموسيقى والسمع المظبوط. عنوتة الموسيقية. عنوتة يا جماعة اللي بيسمعنا أول مرة معني بتاريخ الموسيقى، بالغنى، باللحن، بالتوزيعات، بالكلمات. شعار البرنامج مصر كلها كانت بتسمع كده. فكرة موسيقية بنطرحها كل حلقة أو كل حلقتين على حسب يعني السمع لو خد منا وقت، ومن خلال الفكرة دي بنسمع سمع مظبوط عنوتة الموسيقية. كل سبت هكون معكم إن شاء الله من 9 ل10. والأسبوع اللي فات بدأنا فكرة موسيقية وهي المقدمات الموسيقية في الأغاني المصرية. سمعنا يعني بقى سمع سلطنة، سمعنا مقدمة أنت عمري، ألف ليلة، موعود، والحقيقة طلب مننا مقدمات موسيقية تانية. ومن هنا بناء يعني على طلبات اللي كانوا بيسمعونا ومتابعينا هنعمل جزء تاني النهارده واخير من فكره المقدمات الموسيقيه للاغاني الطويله في فتره الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، طبعا لكبار الملحنين المصريين. وكل طلباتكم اللي انتم طلبتوها من المقدمات الموسيقيه اللي ما لحقناش نلعبها الاسبوع اللي فات معانا النهارده ان شاء الله. خلونا نبدا وبفقره بدأناها، فقره جديده من الاسبوع اللي فات، وهي فقره روح عنوتة، واللي استوحيناها يا جماعه من القول المأثور او الكوت اللي بيقول ان الموسيقى غذاء الروح. ومن الروح، المزيكا دي اصلها روح. فروح الموسيقار، روح فرقه موسيقيه. عايزاكم تبعتوا لي وتقولوا لي عايزين نسمع بسنت تراك مزيكا للموسيقار الفلاني، للفرقه الموسيقيه الفلانيه. لا 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 لا، الاسبوع اللي فات لعبنا تراك لفريق تركي اسمه اسطنبول سترينجز، والحقيقه جات لي كومنتس كتير على صفحتنا على الفيسبوك نغم اف ام بالعربي بالانجلش، وعلى الرسائل 1053 وعايزين يسمعوا للفريق ده كمان تراك تاني. وطبعا فكرت قلت طيب طالما احنا يعني في ملف واحد لسه ممكن نسمع تراك كمان لاسطنبول سترينجز، لكن اختياراتكم اللي انتوا سبتوها لي برضو معايا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. يعني عايزه اقول لكم انه في بعض الاصدقاء طلبوا مثلا نلعب مزيكا البودابار في فقره روح عنوتة، عمر خيرت، فانجليز ده طبعا موسيقار يوناني، ياني طبعا، فريق بوند افتكر دول مجموعه بنات من الارجنتين بيلعبوا سترينجز كمانجات. حد عايز جيمس لاست، اندريا رايو، ياسر عبد الرحمن، هشام نزيه، خالد حماد، راجح داوود، باسكاليا. باسكاليا دي جميله، ده الموسيقى التصويريه للكيت كات. ابعتوا لي كل الرسائل اللي انتوا عايزينها، كل التراكس اللي انتوا عايزينها واسماء الموسيقيين على بوست برنامجنا او على 1053. نسمع طيب فقرة روح عنوتة النهاردة. فريق اسطنبول سترينجز عندهم تراك حلو الحقيقة اسمه دبي اسطنبول. فدبي اسطنبول دول برضه دبي، او التراك ده يعني دبي اسطنبول هنسمعه من فريق اسطنبول سترينجز. وهنرجع بقى علشان نبتدي الجزء الثاني من مقدمات الموسيقيه للاغاني المصريه. بفكركم برقم الرسائل 1053 والتليفون 38 35 316. صفحتنا على الفيسبوك هي نغم اف ام بالعربي وبالانجلش. انتوا بتسمعوا عنوتة، لسه معاكم بسنت بكر.
ولسه مكملين. عنوتة مع بسنت بكر على نغم اف ام. ولسه مكملين في عنوتة والجزء الثاني والأخير من حلقة المقدمات الموسيقية للأغاني المصرية. وعايزة أقول لكم إنه سؤال حلقتنا النهاردة هو أنتوا تفتكروا إحنا عايزين أغاني تاني بمقدمات موسيقية كده طويلة زي زمان؟ يعني المقدمات الموسيقية زمان مثلا غنوة أنت عمري ولا موعود ولا ألف ليلة ممكن تخش لها في 7-8 دقايق كده مثلا. النهاردة طبعا الأغاني يا دوب لازمة والغنوة تدخل على طول. انتوا بقى شايفين ايه؟ ولا يعني ممكن نعمل كده ولا نعمل كده ولا ايه ولا كده ولا كده ولا إيه؟ عايزه افكركم تقدروا تجاوبوني على السؤال على 1053 هو رقم الرسائل. واول مقدمه موسيقيه معانا النهارده يا جماعه انا عايزاكم كده ايه تستمتعوا بالمزيكا، يعني اسمعوا كده والسلطنوا ويعني ايه علوا الراديو كده يعني نصايه كده واقفل ازاز عربيتك يعني لو بتسمع من العربيه راديو العربيه ويعني انسجم. اول مقدمه موسيقيه معانا النهارده هي غنوه ليله حب. وليله حب الحقيقه اتطلبت مننا الاسبوع اللي فات من اكتر من حد الحقيقه، وطلبها احمد واميره ودسوقي وبهتها له الحقيقه لانه بيقول انه المقدمه دي بتفكره كمان بوالدته كانت طول الوقت بتسمعها. بسلم عليك يا دسوقي. طبعا ليلة حب أغنية غنتها ست أم كلثوم من تأليف أحمد شفيق كامل وتلحين طبعا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. واتعملت الغنوة دي سنة 73 تقريبا سنة النصر العظيمة. الأغنية دي الحقيقة هي آخر غنوة غنتها ست أم كلثوم يا جماعة في حفلتها الأخيرة سنة 73، وهي كمان آخر لقاء جمعها بكل من أحمد شفيق كامل ومحمد عبد الوهاب. والثلاثي ده بالمناسبة بدأوا اشتغلوا مع بعض سنة 64 في لقاء السحاب أو أنت عمري، وبعد كده عملوا أمل حياتي 65 على ما أتذكر، وبعدين ليلة حب 73. الحقيقة المقدمة الموسيقية ليلة حب معمولة من مقام النهاوند. والحقيقة كمان انه اللازمة دي من كتر ما هي جميلة او المقدمة دي من كتر ما هي جميلة اتعاد تاني اتاخدت واتعملت غنوتين تانيين. يعني كارول سماحة وبهاء سلطان خدوا المقدمة بتاعت ليلة حب اشتروا افتكر حقوقها او كده وحطوا عليها كلام واتعملت غنوتين. شوفوا يعني مقدمة الموسيقية لوحدها بره الغنوة اتعمل منها اغاني تاني، يعني حاجة جميلة قوي الحقيقة. على فكرة محمد عبد الوهاب اعاد غناء ليلة حب مرة تانية بعد شوية على العود، ودي الحقيقة من التسجيلات النادرة لعبد الوهاب. والحقيقة هنعمل حلقة برضو عن التسجيلات النادرة في الإذاعة المصرية، وهيبقى فيها التراك ده يا رب الاقيه لكم ليلة حب بصوت عبد الوهاب على العود فقط. تعالوا نسمع ليلة حب المقدمة الموسيقية لليلة حب، وقولوا لي لسه عايزين أغاني بمقدمات موسيقية؟ قادرين لسه تسمعوا مزيكا فترات كده؟ 1053 هي رقم الرسائل، 38 35 316 التليفون. انتوا بتسمعوا عنوتة، لسه معاكم بسنت بكر، هي دي نغمة اف ام وهو ده الراديو.
نغم اف ام، هو ده الراديو. ولسه مكملين عنوتة مع بسنت بكر على نغم اف ام. ولسه مكملين وعنوتة على نغم اف ام وحلقة المقدمات الموسيقية للأغاني المصرية لكبار الملحنين. وخلوني أروح لرسائل أصدقائنا. رسالة من رقم آخره 82 بيقول يا ريت نسمع باسكاليا لراجح داوود، وشكرا جزيلا ليكي والفريق البرنامج. حاضر، هنحضر في فقرة روح عنوتة إن شاء الله في الحلقات الجاية باسكاليا لراجح داوود. حاضر. رقم آخره 82 مساء الحب يا بسنت، نفسي تعملي حلقة خاصة بموسيقي ياسر عبد الرحمن الرائع. حاضر عينيا، يا سلام، يشرفنا طبعا، لينا الشرف ان احنا نستضيف طبعا الموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن. ابو قتادة باعت بيقول عاوز اسمع يوم بعد يوم عمار الشريعي. يوم بعد يوم بتجينا موضات ألوفات. طيب حاضر، ممكن في حلقة يعني نتكلم فيها عن الفرق الغنائية مثلا. احنا عملنا قبل كده حقيقة حلقة عن الفرق الغنائية في السبعينيات وكان فيهم فرقة الأصدقاء. حاضر يا أستاذ أبو قتادة. رقم آخره 807 ألف مبروك الجزء الثاني ومليون تحية لمذيعة الجوائز بسنت. ميرسي جدا ميرسي جدا. طيب نروح لصفحتنا على الفيسبوك. أسامة أحمد، أهلا بيك يا بسنت. أهلا بيك يا أسامة. قول لنا عايز تسمع إيه من المقدمات الموسيقية وليه؟ يعني اللي هو مرتبط بيها بذكرى مثلا. وكمان جاوبني قول لي يا أسامة أو عثمان، أنا أسفة، لسه عايز تسمع اغاني بمقدمات موسيقيه ولا خلاص بقى ما عادش عندنا وقت ولا ايه؟ محمود السمني بيقول انا بسمعكم وانا في العربيه رايح مأموريه. على فكره انا عسكري. اهلا بيك. عسكري فين يعني؟ رايح فين يعني؟ انت جيش يعني؟ في الجيش؟ ربنا معاك. محمود احمد دمياطي برنامج رائع. طيب ميرسي خالص، هو ده استمع. بس جاوبني على السؤال، انا عايزه اللي يبعتوا لي يا جماعه مش بس يشكر في البرنامج، او يعني متشكره طبعا اللي كل بيسمعني بيشكر البرنامج، لكن عايزاكم كمان تجاوبوني على سؤال الحلقه. قولوا لي عايزين تسمعوا اغاني بمقدمات موسيقيه ولا ما عادش عندنا وقت للموسيقى؟ كمان اسلام بعد بيقول مبروك رجوع البرنامج. ميرسي خالص. صعب الحياه، مساء الفل، مبروك على البرنامج، الله يبارك فيك. حد عايز يسمع تخنول حليم؟ هو احنا النهارده مش معانا اغاني، احنا معانا بس مقدمات موسيقيه الحقيقه. عثمان احمد بيقول انا بحب المقدمات الموسيقيه ونفسي ترجع. صلاح عبد العظيم احلى مسا على احلى محطه، واحلى مسا على احلى مستمعين، واحلى مسا واحلى ورده لبسنت، ومبروك البرنامج. بالنسبه للمقدمات الموسيقيه دي احلى حاجه في الاغاني، بتخلينا بنحس بطعم الغنوه. جميل. طب كويس، حلو. ممكن اسمع حاجه لعبد الحليم؟ حاضر، احنا عندنا كل يوم ساعه حليم على فكره الساعه 11 يعني. الف مبروك يا بسنت. ماشي، رجوع البرنامج. عايز يسمع حاجه الفنان عمر خيرت؟ التراك اللي جاي ده لعمر خيرت بس مقدمه موسيقيه. كمان احمد ابو عزه الف مليون مبروك. تمام. الله عليك يا بسنت، احسنت الاختيار. مقدمه انت عمري ومقدمه الف ليله يا منال زاري لعبناها الاسبوع اللي فات الحقيقه. طيب حد عايز حاول تفتكرني، مقدمه حاول تفتكرني الحليم؟ حاضر، هي معانا النهارده وان شاء الله هنلعبها لانها يعني من المقدمات الموسيقيه المهمه جدا. خالد لوكا بيقول انا رايي لو الموسيقى الجميله اللي في المقدمات هترجع تاني يبقى لازم نرجع عبد الحليم تاني وام كلثوم وفريد الأطرش، ولو مش هيرجعوا يبقى ما حدش هيعمل مقدمات موسيقيه حلوه زي زمان تاني. لا يعني ليه عندنا مبدعين وعندنا سميعة وعندنا كل الحاجات. ايه مصر كلها يعني بتسمع وهتسمع ومبدعة طول الوقت. يا ريت وقت البرنامج يكون اطول عشان التراكات طويلة، ساعة مش كفاية. ممكن مقدمة فكروني؟ حاضر، معايا فكروني النهاردة لو في وقت. حاضر. وبعدين هو ساعة كفاية عشان كده ابقى خفيفة كده عليكم وما بقاش يعني غلسة. طيب هكمل قرايه رسائل اكيد، بس خلونا نخش على طول بقى في المقدمه اللي بعد كده، علشان دي مقدمه جامده جدا. يعني دي من اروع المقدمات الحقيقه
اللي اتلعبت واتعملت في تاريخ الموسيقى. لانه عايزه اقول لكم انه في الخمسينيات مثلا، ارجعكم شويه قبل المقدمه، في الخمسينيات كان مسيطر 4 اصوات، ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب طبعا كان عندهم يعني باع كتير، وطبعا فريد الأطرش كان عنده جمهور عريض، وعبد الحليم بقى دخل عمل انتشار واسع جدا فترة الخمسينيات. فعبد الوهاب يعني بذكاء كده الملحن والفكر، برضو فكر عبد الوهاب ده كان راجل دماغ يعني ما حصلتش. قام على طول لما لقى عبد الحليم طالع بقى مع بليغ والطويل والموجي وعاملين كده بقى مع بعض يعني مجموعة عمل، فعلى طول قام رايح ماضي مع عبد الحليم في شركة واسطوانات وفي افلام وبتاع وحاجات كده، وعمل له بقى شويه الحان زي توبه وانا لك على طول واهواك واقبلك يوم ميلادك وظلموه. بعد شويه بقى يعني في السبعينيات بعد وفاه ام كلثوم، عبد الوهاب عمل فاتت جنبنا وعمل نبتدي من الحكايه. طبعا يعني نبتدي من الحكايه واللي هنسمعها دلوقتي انا اخترتها الحقيقه توزيعها كمان جديد وجميل، عمله المبدع عمر خيرت. أنا شايفة إنه المزيكا في نبتدي من الحكاية تفوقت بجد على الكلام. يعني أنا يعني معرفش، يعني ده طبعا رأيي الشخصي بس، وبرضو آراء بعض الموسيقيين لما سألت يا جماعة نبتدي من الحكاية قالوا لي لا، يعني نبتدي من الحكاية دي كده بايبل، يعني اللي هو قطعة مؤلف موسيقي لوحده. تعالوا نسمع نبتدي من الحكايه، وبهديها طبعا لكل اللي طلبوا يسمعوا مقدمه نبتدي من الحكايه، والكل اللي طلبوا برضو يسمعوا الفنان والموسيقار الكبير العالمي عمر خيرت في عنوته. تعالوا نسمع المقدمه الموسيقيه دي، وبفكركم برقم الرسائل 1053 والتليفون 38 353 316. صفحتنا على الفيسبوك هي نغم اف ام بالعربي بالانجلش، انتوا بتسمعوا بسنت بكر في عنوته. هي دي نغم اف ام وهو ده الراديو.
نغم أفهم، هو ده الراديو. ولسه مكملين عنوتة مع بسنت بكر على نغم أفهم. ولسه مكملين وانتوا بتسمعوا عنوتة، ولسه معاكم بسنت بكر على نغم أفهم 105.3. بفكركم برقم الرسائل 1053 والتليفون 38 35 316. صفحتنا على الفيسبوك هي نغم أفهم بالعربي وبالإنجليش. خلوني أقرأ بعض الرسائل بعد إذنكم من على صفحتنا. طيب، كريم فوكس، مساء الفل عليك يا بسنت، من نجاح لنجاح، ميرسي. أسامة أحمد، نفسي ترجع المقدمات الموسيقية فعلا بجد، يعني تقدر تقعد تسمع كده 5-6-7 دقايق مزيكا. كمان بيقول عثمان، مقدمة الحب كله أم كلثوم. حاضر يا معانا النهاردة يا عثمان وهنلعبها، حاضر. محمد علاء إسماعيل، أنا بحب جدا المقدمات الموسيقية ويا ريت ترجع تاني بجد، ومنورة الدنيا. ويا ريت أي مقطع رومانسي إهداء لخطيبتي شيرين. يا سلام، الحلقة كلها يا محمد إهداء لخطيبتك شيرين، سلم لي عليها. حلم العمر بعت بتقول أهلا بيك يا بسنت، أنا أول مرة أسمعكم بجد برنامج رائع، شكرا جدا يا حلم العمر. وردي كده وقولي لي يلا على المسجات، عايزة تسمعي مقدمات موسيقية، وإيه أكتر مقدمة موسيقية بقى أنت حباها يعني، وإيه ذكراكي معها. ماجد الألفي، إحنا بنسمع وبنستمتع، من ألمانيا. ازيك يا ماجد، وازاي كل اللي في ألمانيا. وعايزه افكر طبعا بالمناسبه ان في اصدقاء لينا بيسمعونا في المانيا، ان اي حد يقدر يسمعنا على موقعنا ستريمينج www.nagamfm105.3.com، كلها one word، نغم FM 105.3 على بعضها. طيب، تعالوا نكمل في المقدمات الموسيقية. والمقدمة اللي هنسمعها دلوقتي هي هنروح طبعا لبليغ شوية. احنا سمعنا شوية من ألحان عبد الوهاب مقدمات لطبعا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع حفظ الألقاب. هنروح بقى البليغ حمدي شوية ومقدمة فات الميعاد، واللي اتقدمت الغنوة دي بالمناسبة في شتاء 67، شتاء النكسة. يعني فات الميعاد، مش عارفه كان ليه علاقه الكلام بالوقت ده ولا ايه. بليغ طبعا كان لحن لأم كلثوم قبلها اكتر من اغنيه، بدات بحب ايه يمكن 59 او 61 في الحدود دي الحقيقه، وبعد كده قدم معاها اكتر من اغنيه. في فات الميعاد اللحن عبر عن كلام الغنوة اللي كتبه طبعا عمنا مرسي جميل عزيز. فات الميعاد وبقينا بعاد، والنهار دخان ورماد، فات الميعاد. المقدمة الموسيقية دي الحقيقة يعني أبدع فيها بليغ حمدي بشكل كبير، يعني مقدمة إحساس رقيق جدا، تعبير موسيقي غني، بساطة جمل موسيقية. بليغ كان بيلحن المعنى، أم كلثوم قالت عليه كده مش أنا يعني. الحقيقة كمان تقدر تصنف في المقدمة الموسيقية دي على انها يعني موسيقى هادية، يعني مفيش ايقاعات، مفيش يعني الايقاعات في ايقاعات بس مش سريعة، مش راقصة، مش صاخبة. يعني يمكن الايقاع هتسمعه بس في فقرة او في سولو الساكسفون طبعا لسمير سرور هذا الرائع، وكان بيتبادل في ايقاع الميلودي كده مع الاوركسترا. ويمكن الجمله الايقاعيه بتاعت الساكسفون يعني رغم يعني تميزها الشديد في المقدمه الموسيقيه، الا انها هتلاقيها دقيقتين بس من 5 دقائق هي كل زمن المقدمه. عايزه اقول لكم ان الغنوه دي كلها على بعضها بالمقدمه يعني بليغ عمل 4 مقامات موسيقيه. يعني في المقدمة مثلا حجاز وفرح فزة وكرد، مقام الغنى بقى مقام اسمه راحة الأرواح. طب يعني ايه؟ يعني هي حتى كده متخصصة قوي، بس يعني ايه برضو نحب نقولها علشان السميعة اللي مذاكرين اللي بيسمعونا يبقوا عارفين ان احنا يعني برضو مهتمين بالحكاية. مقدمة فات الميعاد الحقيقة بيرصدها الموسيقيين منها من أغنى اللي قدموا بليغ حمدي في مشواره الحقيقة. طبعا يعني في حاجات كتير يعني من أغنى ومن أروع، لأنه في طبعا عمل حاول تفتكرني، وعمل حاجات كتير قوي. فات الميعاد
هي المقدمة الموسيقية اللي هنسمعها دلوقتي. الثلاثي الرائع طبعا الست أم كلثوم، ومقدمة ولحن بليغ حمدي هذا الرائع، والكلمات طبعا لمرسي جميل عزيز. لكن مش هنسمع الغنى، هنسمع المقدمات الموسيقية. ولسه بسألكم، لسه عايزين تسمعوا أغاني دي مقدمات موسيقية طويلة؟ عندكم لسه هذا الوقت وهذا يعني الحس السمعي بالمزيكا، ولا خلاص يعني كلمتين ونقلب على اللي بعده؟
ولسه مكملين. عنوتة مع بسنت بكر على نغم اف ام. ولسه مكملين وانتوا بتسمعوا عنوتة على نغمة في 105.3 وحلقة المقدمات الموسيقية لكبار الملحنين في تاريخ الموسيقى المصرية. ولسه سؤالي ليكم، عايزين تسمعوا أغاني بمقدمات موسيقية ولا خلاص ما عادش عندنا وقت؟ خلوني أقرأ بعض الرسائل اللي اتبعتت لنا. رقم آخره 018. المقدمات الموسيقية الطويلة في الأغنية المصرية زي انت عمري، والأغنية اللي اقتبستها الفنانة كارول سماحة. من الرسالة مش كاملة فبستأذن اللي بعتها لي يبعتها تاني. رسالة من رقم آخره 52. بسنت أنا بشكرك قوي قوي على حلقة عبد الحليم حافظ. أنا بجد أنا كمان متشكرة للصدف وللظروف والكل طبعا يعني إدارة نغم اف ام الحقيقة اللي اختاروني أعمل سهرة من بيت عبد الحليم، والحقيقة كانت حاجة أنا نفسي استمتعت فبشكركم. أحمد بدران بيقول طبعا عايز أسمع مقدمات موسيقية. الأغنيات دلوقتي برضو الرسالة مش كاملة. هدي بعتها بتقول حلقة حلوة قوي، ميرسي يا هدي. حد كمان بعت تاني، باسكاليا اللي راجح داوود، حاضر إن شاء الله ممكن نلعبها الأسبوع الجاي. رقم آخره 68 عاوز انت عمري، اهداء لحبيبتي في مشوار عمري منذ عام 89 البطة فاطمة الزهراء. طيب احنا بقى يعني انت عمري لعبناها الاسبوع اللي فات، اختار بقى اي حاجة النهاردة واهديها لها، ماشي؟ طيب نروح كده لصفحتنا على نغم اف ام، نقرأ بعض الرسائل من الأصدقاء. حلم العمر، اهلا بيك يا بسنت، انا اول مره اسمعكم. اسمعينا بقى كل سبت يا حلم العمر الساعه 9. ام سلمى، dear Basant, we are listening to you with the whole family here in Germany. Your show is wonderful. Thanks ام سلمى. مبسوطه قوي ان المانيا بيسمعوني. الله انا اتشهرت. ابو عسيل او ابو اصيل، اولا ازيك يا بسنت؟ ازيك انت يا ابو اصيل؟ يا رب تكوني بخير. اكيد المقدمات الموسيقيه جميله ولازم ترجع تاني. مقدمات ام كلثوم وحليم من اجمل المقدمات، وفريد، ويعني ده كانت ليله يا عم. هويدا صابر، سعيده بالبرنامج وبحب المقدمات جدا، بس مش هينفع ترجع اكيد للاسف. ليه مش هينفع؟ على فكره رجعت شويه في التسعينيات. حميد عمل كده وجورج وسوف عمل كده لا في طبعا، لكن هي مش يعني مش واخده موضه. يعني هي كانت زمان موضه عصر. يعني التراك اللي جاي ده مثلا، عايزه اقول لكم التراك اللي جاي ده حاول تفتكرني، اللي عملها طبعا الرائع بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ. كانت هي ومجموعه كمان، كانت موضه عصر بقى، اغاني طويله بمقدمات طويله. يعني بتجمع كده محمد حمزه مع بليغ حمدي مع عبد الحليم حافظ. عملوا ايه بقى؟ عملوا اي دمعه حزن لا، وعملوا حاول تفتكرني، ومداح القمر، الثلاثه كده في وقت واحد. حتى الثلاثه هم يعني موسيقيا يقولوا عليها مجموعه اغاني قالب التشكيله، يعني القالب اسمه كده. جت الاغاني دي بمقدمات موسيقيه يا جماعه مركبه، وكوبليهات طويله، وايقاعات متغيره، ونغمات متعدده. كل واحد بقى من الملحنين كان بيستعرض بقى فن وابداعه في الاغاني دي، اغاني المقدمات الطويله والاغاني الطويله في الفتره دي. فكانت مثلا حاول تفتكرني اللي هنسمعها، او مقدمه حاول تفتكرني هنسمعها النهارده. عايزه اقول لكم برضو انه الساكسفون في حاول تفتكرني لسمير سرور كان بطل في صلوهات المقدمه لحاول تفتكرني، والحقيقه اللي ابدع فيها بليغ حمدي بشكل كبير. انا بحبها قوي، يعني انا بحب حاول تفتكرني، بحسها كده شبهي شويه. تعالوا نسمعها ونرجع نكمل. مستنيه برضو الرسائل على 1053 والتليفون 38 35 316. والرساله بتقولي ما بتاخديش تليفونات ليه يا بسنت؟ حاضر هعمل كده. اسمعوا بس واستمتعوا كده ببليغ حمدي في حاول تفتكرني. يعني انا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل، وانا اللي طول عمري بقول الحب عمره طويل. يبقى افتكرني بقى.
105.3 نغم FM 105.3 هو ده الراديو. كل واحد نفسه يعيش بالفن، مش هنعيد ولا ممكن فرصة تغير كل الدنيا معاك. مزيكا مسارح سينما وآخر أخبار النجوم. انت ركبت الرياضة. أنا عزيز بحبك. أنت بتعمل إيه هنا يا عم متولي؟ يعني هكون مأمور السجن نرمي مسؤول. أدي للشغل حاجة. لا يا جماعة مش عايزين زحمة عشان في شوية شغل، عايزين نتعبوا النظافة. المشهد انتهى. جوه الشارع حواديت للفن. انت البطل والمخرج والسيناريست كمان. شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن مع أميرة نور كل يوم من الحد للأربع من 7 ل 8 بالليل ابتداء من يوم الحد 3 أبريل على 105.3 نغم FM. هو ده الراديو. في ناس كتير دايما بتبكي وناس بتقول لي كلام بلح، واحد عامل لي نشيط غذائي ناقص يحلف لي كلامه صح. جربت انفذ كام نصيحه طلع لي كلامه ده كله قلش، لقيتني عايش مش لوحدي عايش وتملي معايا كرش. نشيط غذائي قول له كلامك بيضايقني كرشك تنزل تلاقي جسمك بقى في البوفيه. نشيط غذائي قول له كلامك بيضايقني كرشك تنزل تلاقي جسمك بقى في البوفيه. ناشط غذائي مع الدكتور هاني أبو النجا كل يوم 2 و4 من الساعة 2 ل 3 الظهر. ناشط غذائي. ناشط غذائي على 105.3 نغم FM. ولسه مكملين عنوتة مع بسنت بكر على نغم FM. الحقيقة ساعة عدت بسرعة جدا جدا، والحمد لله انها عدت على خير. ومش ناسية ابدا اللي بعتولي وقالوا لي عايزين نسمع دارة الايام. هي هتكون ان شاء الله ختامها مسك يعني النهاردة. مقدمة الموسيقية لغنوة دارة الايام واللي الفها الشاعر الكبير الراحل طبعا مأمون الشناوي. الف الغنوة طبعا يعني ولحنها محمد عبد الوهاب، وغنتها ست ام كلثوم سنة 70. والاغنية دارة الايام يا جماعة هي رابع غنوة من تأليف مأمون الشناوي تغنيها ام كلثوم. غنت له قبل
قبل كده انساك وكل ليله وكل يوم وبعيد عنك، وكانوا اللي فاتوا دول كلهم من الحان بليغ حمدي. لكن لما جت دارت الايام اسندت الغنوه لمحمد عبد الوهاب. يعني طبعا يعني توثقت علاقه عبد الوهاب ست ام كلثوم من 64 لما قدموا مع بعض انت عمري. فكانت دارت الايام، وعايزه اقول لكم دارت الايام اللي شهرها قوي ايقاع الفالس اللي في الجزء بتاع وصفوا لي الصبر. يعني كان حاجه جديده، يعني عبد الوهاب اصله كان يحب يمزج كده الايقاعات الغربيه بالميلودي واللحن الشرقي، فكنت تلاقي في الحانه فالس وتانجو وسامبا ورومبا، وعمل ده مع ام كلثوم مع كمان عبد الحليم في اغاني الخمسينات.